صباح الخير عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا وشيد صحابي مشينا لواحد المنطقه معروفه عند بعض الناس ولكن ما معروفاش عند بزاف منهم. هذه المنطقه هي منطقه تلامبوط جهه اقشور جماعه شفشاون، لكن ماشي القضيه في منطقه اقشور اللي كيعرفوها بزاف ديال الناس، لا، القضيه وهي ان كاين واحد المنتزه تما قليل اللي كيعرفوه. بزاف ديال الناس تيدوزو من تما لكن ما كيوقفوش ويدخلوا باش يتفقدوا المكان ويتعرفوا عليه عن قرب. كما كتعرفوا الطريق ديال تلامبوط شي حاجه روعه، شي حاجه كتعني على الباديه وجمالها وصفاء الجو ديالها، وايضا شموخ جبال كبيره كتشهد على شموخ وشهامه وكرم رجال ونساء جبالة وناس المنطقه. وفي هذا المنتزه غنتلاقاو مع واحد السيد مسؤول هناك في ذلك المنتزه يشرح لنا بعض التفاصيل. ملي كنوصلوا لأقشور كنخليو الدخله ديال الواد ديال تلامبوط قنطرة الله على اليمين، كندخلوا في واحد الدخيله على الشمال هي اللي كتدخلنا لهذا المنتزه الجميل. والمنتزه كيتوفر على هاد الاسلاك ديال تسلق الجبال والسير على بعض القنطرات اللي معدلين خصوصا لانشطه المنتزه، طبعا مع مرافقين مختصين ومحترفين، وايضا كيوفروا لك خدمه التصوير بالصور او بالفيديوهات وانت تتسلق الجبال. وخدمه تلك المغامره مع تسلق الجبال والتزحلق على تلك الأسلاك يحدد ثمنها ب100 درهم للفرد الواحد. وهناك أيضا أماكن لإعداد الطعام أو صنع الشاي ومقاهي صغيرة شعبية لطلب الشاي. ويمكنك أيضا كراء محلات أو بيوت خشبية خاصة بالعائلة أو بالأصدقاء، أو نصب خيم للشباب على ضفاف النهر للاستمتاع بخرير المياه لا بالليل ولا بالنهار، وأيضا هناك للمبيت أو لقضاء يوم واحد فقط. وفي هذا الصدد حاولت أنني نتحاور مع السي مفضل مسؤول عن النظافة في المنتزه باش نجيب لكم بعض المعلومات، فكان هذا الحوار الشيق مع هذا الرجل الطيب. هذا بويتات تاع عائليين عندهم هنايا، شي حاجة على الطواليت ديالهم كلشي ديالهم منتزه. شو راه المنظر هنا، شي حاجة واعرة. اللي ما بغاش يجي يتسارى مع راسو يستمتع. قولي دابا هادو شحال كيعملوا؟ تقريبا 400 درهم، يا 400 درهم مضخمه مزيان. هذا المنظر هذا تبارك الله، الطبيعه يجي مع العيال يقيل هنا ويبات ويصبح هنايا، بغى يعمل تا يومين يعمل يومين، ياخلي لي صغارين تحت 250 درهم 200 درهم هاي ديك الجوايه. مزيانه تبارك الله، ضخم. اجيو دابا كيكريو غير بيوت بالنسبه للكامبينغ زعما هنايا هذا ما كيخل كتهاد تقياطا مسموحين، يا قياطا غير هيدا. مزيان هيدا مزيان. ايوا شتي الدراري الشباب د الخيم كيعملوا 20 درهم ولا 30 درهم. ايوا ديما قاي هنا يجي الماكله ديالو. كاين الطواليطات راهما عموميا، الطواليطات راهما ملي يجيو هنا يسقسيو عليك شي اسم. انا مفضل ملي تجيو سقسيو مفضل. والله يتهلا فيكم وانتوما وما تنساوهاش. والله بلاصه مزيونه الصراحه، ضخمه الزياره. شكرا ديال السي مفضل، الله يخطيك اخي. كما شفتوا الاخوان، أنا كنظن أنه مكان مميز وجميل لقضاء يوم أو يومين مع العائلة أو الأصدقاء.
كل شيء متوفر فيه، لا من كهرباء ولا مياه ولا نظافة، وأيضا الأمن والأمان، وأيضا هناك فضاء للأطفال فين يلعبوا. نتمنى إخواني أنني نكون لخصت الفكرة على هذا المنتزه في هذا الفيديو. شكرا على المتابعة، ما تنساش أنك تشرفنا باشتراكك في القناة وتخلي تعليق كتعبر على رأيك على هذا المنتزه. تحياتي لكم.